هاي، ازيكم يا احلى عيله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده زي ما انتوا طلبتوا مني وزي ما انتوا بتحبوا جدا فيديوهات الفلوجات، فالنهارده هيكون فلوج يوم سريع كده في ثالثه اعدادي. فيديو النهارده ذاكرت فيه كتير جدا، وكمان جاوبت على اسئلتكم اللي بتسالوها لي على طول، وكمان هقول فيه نصايح. فتابعوا الفيديو للاخر وما تفوتوش منه دقيقه واحده، لانه بجد هيفيدكم جدا وكمان هتستمتعوا جدا بيه. والنهارده عليا درسين هتكونوا معايا من اول ما صحيت لحد كمان ما جيت من الدرسين. ويلا نشوف فيديو النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل الفلوجات الجايه. صحيت بدري النهارده كالمعتاد، كانت الساعه دلوقتي 6 وكان النهار لسه بيشقشق، فقلت لازم اوريكم الجو عندي. ودلوقتي هغسل بقى اسناني كويس جدا، وكمان ما تنسوش ان لازم تغسلوا اسنانكم على الاقل مرتين في اليوم. وكمان هغسل وشي بالغسول بتاعي كمان، وهعمل كل كده السكين كير واتوضى، وبعد كده هوريكم لما اخلص. خلصت، ده شكل الأوضة. وطبعا فتحت الشباك ده عشان بحب كده النور في الصبح يدخلني كده ايه، طاقة ايجابية كده، علشان نور الصبح بحبه جدا. طبعا هرش معطري المفضل على الدبدوب شوية كده على الستارة. احلى ريحة دي بجد. طبعا بما اني زهقت بقى كده من المكتب والسرير وكل حاجة، فقلت هطلع ان انا اذاكر على السطح شوية عشان اغير جو، وده كان بعد ما صليت الصبح. بعد كده طبعا ده الوقت المناسب عشان احفظ الآية. عليا بقى من اول 23 لحد 25، ده 22 سوري، لحد 25. وطبعا مع حفظ القديم كله، ومع كمان مذاكرة درس اللي هو الاول ده كنت واخده احكام التجويد هنراجع عليه، والتعاون برضو ذاكرته وهنراجع عليه. هناخد بقى هراجع على اللي فات، وهاخد الايتين، وهاخد كمان درس اللي هو العلم ده. تمام، يبقى انا كده تمام. طبعا ما ننساش الميه، انا مليت دي وان شاء الله اخلصها قبل ما انزل. الحمد لله دلوقتي رجعت على الآية وخدت كمان اللي هو الجديد، فالحمد لله دلوقتي بقى هنعمل كده اللي هو ايه، ترو اللي احنا خلصناها يعني. كتبتهم، احفظ الآيات القديمة او يعني اراجع الآيات القديمة برضو تمام، وكمان احفظ الآيات الجديدة برضو تمام. طبعا يا جماعة اللي بيعمل بقى زيه اللي هيقعد يذاكر في البيت، ما يحاولش ان هو يكتر على نفسه في الآيات. وفي نفس الوقت ما يعني مثلا ما ياخدش كده الآيات وبس، لا اللي هو ما كترش بقى على نفسه في الآيات، ياخد معاها درس، وبحيث ان هو ايه، يكون مع الآية وكمان مع الدرس، ما يستنى ان هو يخلص الآية يحفظها كلها وبعد كده يرجع ياخد الدروس كلها مرة واحدة. لا، حتى في المدرسة بيعملوا كده برضو، بيدونا الآية كده لحد ما نحفظها واحدة واحدة، وبعد كده بقى بيدونا الدروس معاها. فتمام، دلوقتي بقى هذاكر الدرس الجديد، او ممكن ارجع على الاول. وطبعا المعاني كلها برضو حفظت جزء كبير منها. الاسئله طبعا ديت بالفهم وكده، فانا بعد ما بخلص الايه كلها بقى براجعها من هنا. احكام التجويد اراجع عليها هي والتعاون ده، وبعد كده هرجع لكم. رجعت على التجويد تمام كده. بقى لي بقى في الدين ان انا هذاكر الدرس الجديد وراجع على التعاون، عشان بقى نشوف اللي هنعمل بعد كده. تمام، الحمد لله. رجعت على درس التعاون وخدت درس جديد، كده نقدر نقول 5 من 5 في الدين، الحمد لله. يلا بينا بقى، بتحسي ان انا بعلم يلا بقى دلوقتي فينا، علشان انا الصراحة جوعت قوي وعاوزة انزل افطر، في نفس الوقت عاوزة اخلص الدراسات بقى، عشان مش عارفة هعمل ايه يعني، فهقرر واجيلكم. وطبعا بما ان احنا في مود المذاكره وكده، فقلت خلاص اذاكر الاول طالما انا شايفه ان انا مستوعبه دلوقتي ومركزه وكل حاجه، وبعد كده هنزل افطر واعمل كل اللي انا عايزاه. فدلوقتي عليا تسميع في الدرس الاول، اخر 3 قارات، بناخد 3 ب3، فهنراجع على اخر 3 قارات، وهناخد بقى اول 3 اقاليم مناخيه ده هنحفظها. فكده كده القارات انا حل عليها، بينما درس الاقاليم المناخيه مش هعرف احل، لان كله طبعا الاسئله بتبقى على بعضها، فهذاكرهم الاتنين بالورقه والقلم. طبعا اهم حاجه بالورقه. وبما انكم سألتوني على مذاكرة الدراسات كتير جدا، فزي ما انتوا عارفين بذاكرها بالورقة والقلم، وبعد كده بخلي حد يسمع لي، او ممكن انا اسمع لنفسي ثاني بالورقة والقلم او كده، وبعد كده بشرحها لنفسي، واكيد بحل عليها علشان كل اللي انا عملته يثبت في دماغي. الحمد لله خلصت، حسيت ان انا براجع يعني بذاكر والله من اول وجديد. يعني انا الاول ما كنتش مخططه، كنت بكتب على طول، بعد كده دلوقتي خططت في الكتاب، بعد كده بدات برضو ان انا اكتب تاني وكده. فدلوقتي خلصت الدراسات ونقدر نقول فين
تمام. دلوقتي باخد بريك عشان انا ذاكرت اللي هو القارات، وحاسه ان انا دلوقتي مش قادره ان انا اذاكر تاني، فهاخد بريك هنا في البلكونه شويه. وبعد كده قلت افطر حاجه خفيفه قبل ما اروح الدرس، وقلت عايزه افطر اندومي، بقالي كتير ما اكلتوش وما انصحش ان حد يعمل زيي. طبعا الساعه بقى بقت 9:30 وكان عليا درس الساعه 10، فقلت بقى اقوم عشان انقي اللبس كده معاكم. وفي الاخر بقى اختار السوت اللي هي المخططه دي عشان بجد حبيتها جدا، وناس كتير حبيتها جدا. المهم بقى يا جماعه، بعد ما انا جيت من درس كانت على الساعه 11 كده، يا دوبك كده غديت سوري فطرت، وبعد كده نمت بقى، وصحيه دلوقتي الساعه 2 يا دوبك صليت الظهر، قلت بقى اخش اكمل اللي ورايا عشان ما نراكمش اي حاجه خالص. ودلوقتي هنبدا في الرياضه. ولسه ولاول مره تدرس الفرع ده، وهفهمك الفرع ده بيتكلم عن ايه بالظبط. عشان كده بيجي لك بس في درسين، شكرا، الدرس الاول والدرس الثاني، هما في درسين. لما تحس ان انت خلاص هتستسلم، هي دي اللحظة اللي لازم تقاوم فيها لاخر نفس. لو تخطيتها محدش هيقف قدامك. سواء نجحت او يعني انا كان ابويا يقولها لي كلمه كانت تعصبني زمان والله، بس لما كبرت اكتشفت حقيقتها. يا معلم اذا نجحت فانت نجحت لنفسك، اذا ذاكرت لنفسك، واذا فشلت لنفسك. تمام الحمد لله خلصت، بس اتفرجت على الاستاذ ده. تمام و كده تمام. حسبت الليست بتاعتي بتاعت النهارده، وكمان عملت كوبايه قهوه بلبن، ودلوقتي نقدر نقول فينش، والساعه دلوقتي 4:30، ودلوقتي هنلبس عشان نروح الدرس. وده كان الغدا بتاعي بتاع النهارده. بعد ما جيت صليت على طول، وبعد كده ده الغدا زي ما انتم شايفين، وانا طبعا كده مذاكره لحاجه بكره زي ما انتم شفتوا بالظبط. يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتس، وربنا يوفقنا جميعا.